وذكر. برنامج الفتاوى الدينية. إعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. مستمعين متابعي إذاعة سام FM الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأثير وذكر، والذي نستضيف فيه الأستاذ الداعية أحمد بن عبد الملك الخزان، الذي سيتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم أرحب بضيف العزيز. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد. الله بكم، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، نعيش هذه الأيام أيام العشرة الأولى المباركة من شهر ذي الحجة، وبداية نود منكم أستاذ أحمد أن توضحوا للمستمعين والمستمعات الكرام فضل هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وما هي أحب الأعمال التي يقوم بها المسلمون، سواء من عزم على أداء فريضة الحج أو من لم يعزم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين. وبعد، بداية أحيي إذاعة سام FM وأشكرها على اهتمامها بالتذكير بقيم وأخلاق ديننا الإسلامي الحنيف. وبالنسبة للسؤال عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وما هي أحب الأعمال إليها، تعد هذه الأيام هي منحة إلهية، لأن لله سبحانه وتعالى نفحات. نعم. وقد أخبر الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحث على اغتنام هذه النفحات الإلهية. نعم. بأن تعرض إن لله نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. نحن الآن في أحد هذه النفحات الإلهية والمنح الربانية. نعم. ولعلنا في بدايتها التي ينبغي أن نتعرض لها حتى لا نشقى إن شاء الله بعدها أبدا. هذه العشر الأوائل من الحجة أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فقال: ما من أيام أحب الأعمال فيها إلى الله سبحانه وتعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. هي أحب الأعمال، هي الأيام التي يحب الله سبحانه وتعالى فيها أن يرانا نبادر فيها إلى الأعمال الصالحة. فهي من ناحية الفضل ورد ذكرها في القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليالي عشر. نعم. وسماها الله سبحانه وتعالى في الأيام المعلومة. نعم. وجعلها الله سبحانه وتعالى إتمام لميقات سيدنا موسى عليه السلام. وإذ وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40. فلها خصوصية. نعم. سواء في أيام نبينا موسى عليه السلام أو في أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يستمر فضلها إلى أن تقوم الساعة، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها أحب الأعمال، أحب الأيام التي يحب الله أن يرى عباده فيه مقبلين، حتى يتساوى من ذهب إلى الحج وانفرد بالحج وتفرغ للحج وعاش في تلك الأجواء الروحية والإيمانية، ومن لم يستطع الذهاب إلى الحج بإمكانه أن يستفيد من هذه الأيام بكثرة الذكر وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل. نعم. ورد في الأحاديث أحب الأعمال، بمعنى أن أحب الأعمال فيها أولا الورع عن محارم الله، يعني لا ينفع عمل وذكر مع الوقوع في المعصية، مع أخذ حقوق العباد أو التقصير في حقوق الخالق. نعم. ولذا يعني ندعو أنفسنا وندعو أمتنا الإسلامية إلى المبادرة في هذه الأيام أولا بالورع عن محارم الله، وبتفريغ الذمم عن حقوق المخلوقين، وبالإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والقيام. وأيضا ورد أيضا في فضلها الحث على الصيام. نعم. هذه هي أهم الأعمال. أحسن الله إليكم. هنا كذلك سؤال يفرض نفسه. طبعا ما حكم من توفرت له شروط الاستطاعة للحج ثم لم يقم بأداء هذه الفريضة العظيمة؟
علما بأن هناك ظروف نعيشها جميعا ويعلمها الجميع تتمثل في صعوبة أداء هذه الفريضة، سيما هذه الأيام من تكاليف مالية وشروط وما إلى ذلك كما تعلمون. فما حكم من توفرت له شروط الاستطاعة وتهيأت له ثم لم يحج؟ العشر هذه موسم أداء بقية مناسك الحج، لأنه الحج أشهر معلومات، ثم فرض معنى شوال وذي القعدة وذي الحجة. نعم. يعني يبدأ الإحرام، ولكن بقية يعني إتمام مناسك الحج يعني تتمثل معظمها في أيام العشر. نعم. والحج كما نعلم جميعا أنه ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الله عز وجل، وإذا توفرت أسباب الاستطاعة فينبغي الإنسان المبادرة، لأنه حجوا قبل أن لا تحجوا. قد هذه السنة توفر لك الصحة والعافية والمال، ما الذي يضمن لك أن في السنة الثانية ستكون على نفس الصحة، ستكون على نفس الوضع، ستكون على نفس الوضع أيضا من ناحية الصحة أو المال أو الأمن أو شروط الاستطاعة بشكل عام. نعم. ولذلك الذي يسوف فريضة الحج وهو قادر عليها، أنا أنصح أن هذا من قلة التوفيق، لأنه ينبغي الإنسان أن يعلم إذا اكتملت شروط الاستطاعة للحج فقد أصبحت الفريضة لازمة وواجبة عليه، ولا يستطيع بعدها أن يضمن بقاء مثل هذه يعني الظروف. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التحذير ممن هو قادر على ومستطيع على الذهاب لأداء فريضة الحج فيسوف ذلك الفرصة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج عنه أهله ولم يوصي بحجة مات ميت الجاهلية. وفي رواية: إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، لأنها توفرت شروط الاستطاعة. مثل الآن مثلا الصلاة، دخل وقت الصلاة، استطاع الإنسان معافى يعني توضأ صلى، فإذا خرج الوقت يعني فقد ضيع الفريضة. وكذلك الحج إذا توفرت كل شروط الاستطاعة ولم يقم بتأدية هذه الفريضة فقد فرط ويبقى الوزر على ذنبه. ولذلك أنا أنصح جميع المستمعين القادرين إن شاء الله في السنة القادمة بإذن الله أن يهيئوا أنفسهم وأن يبادروا إلى الحج، وأن إذا توفر شروط الاستطاعة فلا ينبغي لهم أن يسوفوا في ذلك. نعم، أحسنتم. هنا سؤال أيضا من السائل يقول: هل هناك أفضلية بين أنواع الحج الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران؟ الحج أنواع ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. نعم. وكلها من حيث المشروعية كلها صحيحة ومشروعة وكلها تجزي. إذا ما هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلها تجزي. نعم. إلا أنها تتفاوت من جانب روحي، من جانب أن الإفراد تبقى طوال الوقت في محافظة على وفي مراقبة لحركاتك وسكناتك حتى لا تقع يعني في محظورات الإحرام، فتبقى في كل وقتك عبادة مرتديا لباس الإحرام. نعم. لكن هناك أيضا نعمة من نعم الله، والدين قائم على اليسر. فإذا حج الإنسان متمتعا فهناك يسر، خاصة إذا كان الإنسان مريض أو ضعيف أو يعني عاجز، لأن فيه تيسير من الله سبحانه وتعالى. لأن الفرق أن الحج الإفراد هو أن تنوي الحج إفرادا، ثم يستحب لك أن تعتمر بعد أيام التشريق، وتبقى من بداية الإحرام إلى أن تكمل مناسك الحج، إلى أن تكمل يعني إلى أن أيام النحر، ثم تتحلل من بعد العقبة من لباس الإحرام. هذا بالنسبة للإفراد. لكن التمتع هو أن تنوي عمرة متمتعا بها الحج، فتتحلل من العمرة وتسير كالمكي، حكمك حكم المكي، لا يبقى عليك أي محظور من محظورات. يلبس الثياب العادية ويتطيب كأنهم يعني من سكان مكة، من أهل مكة. نعم. يعني يحلوا بقية جميع المحظورات. نعم. ففيها تيسير. نعم، سيجبر ذلك بهدي، فكله فضل. والقران كذلك هو أن تقرن الحج بالعمرة. نعم. وتبقى أيضا كذلك يعني محرما. كلها الأهم في ذلك أن كلها مشروعة وكلها جائزة، حج متمتعا، حج مفردا، حج قارنا. نعم. فكلها تؤدي إلى الغرض المشروع منه وهو إقامة فريضة الحج. أحسن الله إليكم. إذن هنا أيضا سؤال آخر يقول:
هناك من ينظر لفريضة الحج وكأنها مجرد مناسك يؤديها فقط دون التأمل في حكمة مقتضياتها، فهل لكم أن تحدثونا عن حكمة الحج؟ الله سبحانه وتعالى أوضح في كتابه الحكيم الحكمة من العبادات والحكمة من الحج، هم فرض في أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بمعنى أن الحج هو تربية إيمانية وتربية روحية للإنسان. لا يعني أن الحج مجرد مناسك معينة يتنكل فيها الإنسان وتنتهي الفريضة، لا، الحج أو العبادة بشكل عام هي تهذيب للنفس وتهذيب للأخلاق وتعميق وتعزيز لقيم الخير، من حسن الخلق، من استشعار الآخرين، من التعظيم بشعائر الله، من أيضا أن تجسد روح الأخوة والمحبة الإيمانية بين جميع العالم. فالحج له حكمة عظيمة. الحج هي عبادة روحية وعبادة مالية وعبادة جهادية وعبادة جسدية. الحج عبادة تتحقق فيها جميع أنواع العبادات، وبذلك يدع الإنسان أهله ويترك أحب الناس إليه من أولاده من أمه من أبيه من زوجته ويهاجر إلى الله سبحانه وتعالى يعني ولذا سمي الحج سياحة المؤمن، يسيح مع الله سبحانه وتعالى، فيسيح في ملكوت الله، يسيح في تلك البقاع المقدسة التي يستشعر فيها آثار النبوة، ويستشعر فيها آثار نبينا إبراهيم عليه السلام وآثار نبينا إسماعيل عليه السلام، ويرى فيها هاجر وهي تبحث عن الماء، ويرى فيها زمزم، ويرى فيها مقام إبراهيم، ويرى فيها آثار النبوة، فيعيش جوا روحيا وإيمانيا. أيضا يتنقل بين مناسك الحج ويتجسد اللوحة الكاملة، وهي أن تذوب كل الفوارق من مناطقية، من مذهبية، من حزبية، من إدارات، من ألوان، من لغات، ويبقى ويتجسد لوحة إسلامية بزي واحد، بتلبية واحدة، بتوجه واحد، بمناسك واحدة، تتجسد فيه عظمة الوحدة الإيمانية والإسلامية. ولذلك فيه حكمة عظيمة الحج، يعني إلى جانب ما يبذله الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما يبذله يعوض عليه ويخلف عليه بخير في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الشيء الذي أود أن أنصح فيه أن عبادة الحج تحتاج إلى إعداد قبل أن ينتقل الإنسان إلى المقدسات، الإعداد الروحي والنفسي، من التوبة النصوح، من مباراة ذمته من حقوق الله ومن حقوق الآخرين ومن حقوق الأقارب، من الديون، حتى إذا كان مهر زوجته دين عليه ينبغي أن يتسامح منها أو أن يدفعه، وإن لم تسامحه فلا يحق له أن يذهب إلى الحج دون أن يدفع دين القريب أو دين البعيد. إذن هناك تطهير من الأموال، تطهير من الديون، تطهير من الذنوب، يعني ينبغي له أيضا أن يتوب توبة نصوح. أيضا لا ينبغي أن يخلط ماله بريال حرام، لأنه إذا اختلط مال الحج أو أي مال الإنسان هو يلوث نفسه. أما الحج فإذا يعني أخذ من مال حرام وحج إلى بيت الله وقال لبيك اللهم لبيك، أتاه جواب من الله سبحانه وتعالى لا لبيك ولا سعديك، وهذا مردود يعني بين يديك، يعني يرد الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو تنقية، يحتاج الحج قبل أن تذهب إلى من حكمة الحج أيضا قبل أن تذهب إلى الحج وإلى زيارة تلك المقدسات وإلى تأدية تلك المناسك وإلى العيش في ذلك الجو الروحي الإيماني، ينبغي أن يسبقه أيضا الإدراك بأهمية الحج، الإدراك بهذه الفريضة، التوبة النصوح، التطهر من حقوق المخلوقين. نعم، فهذا جانب مهم جدا، ترويض النفس قبل أن يبدأ في مناسك الحج. أحسن. نعم. أيضا هنا سؤال من سائل يقول فيه: ما حكم من قدم إلى مكة المكرمة لعمل معين أو زيارة ثم حصلت له فرصة للحج من هناك بعد أداء عمله، فمن أين يكون إحرامه للحج وكذلك للعمرة؟ هذا من باب التوفيق، إذا توفق الإنسان أحيانا أنه أحيانا النفقة والكذا، فيتوفق الإنسان بزيارة أو بعمل أو شيء، أحيانا تكون عمل أو دراسة أحيانا. نعم. ويوفق أن يكون في مكة المكرمة، قد يصادف وقت حج. نعم، فيصادفه فريضة الحج. أنا أظن أن هذا تسهيل إلهي للإنسان إذا حصل على هذه المنحة الإلهية. هنا حكمه حكم المكي، تحرم للحج من مكة. أما العمرة
فلا بد أن يحرم يده من التنعيم. وإذا كان لأحد فرصة في دراسة أو في عمل أو في زيارة وجاءت أيام الحج فعليه أن يغتنم تلك الفرصة وأن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ويعتبر في كل أحكام حكمه حكم المكي، لأنه هو في مكة فتطبق عليه أحكام أهل مكة أي يكون في حكم مكي. يحرم من بيته أو المكان اللي يقيم للحج يحرم من بيته أو من مكة، والعمرة يحرم من التنعيم. نعم. أحسن الله إليكم وعافاكم. يستحب التطيب قبل الإحرام، فما حكم من طيب ملابس الإحرام، وهل يجوز تغيير ملابس الإحرام لغسلها أثناء الحج؟ بالنسبة إذا أحرم الإنسان هو يستحب قبل الإحرام أن يغتسل، أن يصلي ركعتين أو أن يكون الإحرام بعد فريضة وأن يطيب نفسه يعني. لكن بالنسبة لملابس الإحرام حيث أن الطيب يبقى بعد أن يدخل في الإحرام فلا ينبغي ذلك ولا يصح، بل عليه أن يغسل قبل أن يلبس ملابس الإحرام، أن يغسل تلك الرائحة أو ذلك الطيب. نعم. أو أن يستبدله بملابس أخرى، لأن من المنهي عنه ومن محظورات الإحرام التطيب، لأنه سيبقى وهو محرم الطيب ويدخل في المحظورات، فينبغي ألا يطيب قبل يعني ثوب الإحرام قبل الدخول في الإحرام. ويكفي أن تطيب الإنسان ويغتسل من نفسه. نعم. أحسن الله إليكم وعافاكم. لا شك أن لفريضة الحج الكثير من العظات والدروس والعبر، فنود منكم التذكير بأهم هذه العظات والعبر والدروس أثابكم الله. طبعا فريضة الحج فيها من الدروس وفيها من العظات وفيها من العبر ما تجعل الإنسان يعيش في مقام وفي جو روحي وإيماني حتى ولم يذهب إلى الحج. نعم. حينما نقف ونشاهد على شاشة التلفاز تلك الأفواج المؤمنة من كل يأتوك من كل فج عميق. نعم. حقيقة أن هذه الآية يستشعرها الإنسان حينما يلاحظ تلك اللوحة الجمالية والإيمانية وهم يتوافدون على مكة المكرمة من كل أقطار الأرض. لا إله إلا الله. حقيقة أنا حجيت قبل عامين. نعم. وكان الإمام يقرأ هذه الآية، حينها استشعرت يعني معناها وعظمتها. تقصدون وأذن في الناس الحج يأتوك الرجال وعلى الضامن يأتوك من كل فج عميق. كنت أنظر وتلك الأمواج من الناس والأفواج بألوانها من كل الأقطار. نعم. بألوانها. كنت أجلس بجانب أحد، من أين أنت؟ قال من جزر القمر. من أين أنت؟ قال من أفريقيا، من أمريكا، من أوروبا، من كل الأقطار. صدق الله العظيم. ترى أن القرآن على يعني يفسر على الواقع وتحس بلذة من كل فج عميق. من كل فج عميق. فهناك دروس وعظات وعبر. أولها حينما يتجرد الإنسان من زينة الدنيا ومن ملابس الدنيا. لو كان الله سبحانه وتعالى يريد منا الدنيا لأمرنا أن نلبس وأن نتعطر بأطيب ما وجد، لكن الله سبحانه وتعالى هنا يذكرنا بحقيقتنا، وهي حقيقة الموت والانتقال إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا لا نحمل شيء من الدنيا إلا غير ذلك الملابس التي تستر بها عوراتنا. وحينما نذهب إلى الحج نتجرد من زينة الدنيا وتصبح من المحظورات على المحرم الطيب وغيرها وزينة الدنيا. نعم. وتصبح لا تلبس من هذه الدنيا إلا تلك الملابس التي تذكرك بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تحمل من الدنيا مالا ولا جاها ولا منصبا، إنما يريد منك أن تحمل أعمالا صالحة لله سبحانه وتعالى تتجرد من الدنيا. ويبقى ذلك يعني ملابس الإحرام التي تذكرك بالموت. نعم. فتبقى أنت استذكار لعظمة الله سبحانه وتعالى وللموت. الشيء الآخر من هذه الدروس التي يستشعرها الحاج ويستشعرها أيضا المشاهد للحجاج بيت الله الحرام حينما يرى الكعبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى بيت الله الحرام عبادة، ويبادر الله سبحانه وتعالى بالدعاء في ذلك المقام العظيم الذي لا يرد فيه الإنسان خائبا من الله خائبا أبدا. يعني حتى أنه ورد أنهم يعطى سؤله، يعني إذا سألت الله سبحانه وتعالى في ذلك المقام يعطى من أراد خير الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، ما أتى من سائل إلا وأجاب الله سبحانه وتعالى سؤاله. فيبقى في جو الاستجابة من الله سبحانه وتعالى متجردا من الأهل من النفس من الولد من المال، يبقى ذاته مع الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا من الأشياء من الدروس والعظات والعبر أن تتحقق
الوحدة الإيمانية والإسلامية بين المسلمين، فتذوب كل الدعايات أو الادعاءات العصبية أو المذهبية أو الحزبية أو المناطقية أو الدولية أو الإقليمية، ويبقى المسلم مع أخيه المسلم جسدا واحدا، تلبية واحدة، الكل يهتف لبيك اللهم لبيك، الكل يتجه إلى قبلة واحدة، الكل يلبس زي واحد، فتتحقق هناك الوحدة الإسلامية التي ندعو الأمة الإسلامية وندعو اليمنيين إلى تحقيقها، خاصة في هذه الظروف، أن نكون أمة واحدة، أن تتلاشى بيننا الحزبية والمذهبية والمصالح الشخصية، أن لا ننظر إلى مصالح، ننظر إلى ديننا، لا ننظر إلى أن نرفع كلمتنا، نرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نرفع القيم والأخلاق. أنا أدعوكم في هذا المشهد، مشهد الحج، أن نتعظ بما نراه من الحجاج من تحقيق الوحدة والأخوة الإيمانية والإسلامية، إلى جانب ما يتحقق في ذلك من مناسك الحج، سواء في منى أو سواء في عرفة، حينما يقوم الناس في صعيد واحد يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، حينما ترى الناس في صعيد واحد يبتهلون إلى الله يذرفون الدموع، وكأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة ومشهد من مشاهد عرفات القيامة، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد بشرهم في الحديث القدسي بأنه يستجيب دعاء الداعين، ومن ظن أنه لا يستجيب الله له فقد أساء بالله الظن. إذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. أما في مزدلفة، في ذلك المكان الذي يجتمع فيه كل المؤمنين الحجاج، ذلك المكان ضيق، ليس فيه فنادق وليس فيه كذا، ويبقى الناس في مشاعر واحدة، في إحساس واحد، فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم كلهم في مشهد واحد، ينامون على تربة واحدة على أرض واحدة، تختلط يعني أرواحهم وأجسادهم ومشاعرهم، ويستشعرون الضعيف منهم. ترى هناك استشعار الضعيف، استشعار المسكين، استشعار الذي ينام في الشوارع وينام في الطرقات، ينام أو الذي يأكل من القمام، لأنك تعيش القمائم أمامك ريحتها، تستشعر كل شيء يعني في هذاك المكان. ثم المشعر الحرام، واذكر الله عند المشعر الحرام ذكر ووقت محدود، أيضا يعلينا الالتزام، دقائق معلومة، يعني يعلمنا الانضباط في حياتنا الآن. الدقيق. نعم، من دروس الحج أنه يعلم الإنسان الدقة. يوم عرفة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، من فجر عرفة إلى المغرب، انتقال المبيت مزدلفة معظم الليل، التحرك لو شعر الحرام الفجر لا تشوف الشمس لو قد تحرك، النحر في الساعة كذا، رمي الجمرات دقة، المبيت أيضا بمنى في أوقات معينة، يعلمك الانضباط، يعلمك كيف أن تتعامل مع الله. أيضا رمي الجمرات، أن ترمي الشيطان، أي بمعنى آخر أن تعرف أن الشيطان هو العدو الحقيقي لك، فلا يمكن أن تجعله متسلطا على أعمالك أو على أفعالك، تبقى في عداوته دائما، لأن الرجم هو دلالة على عداوة الشيطان. هناك مشاعر عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وأن يبلغ من لم يوفق إلى حج بيت الله الحرام، أو من لم يستطع أو من لم يتيسر له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وأن من حج بيت الله الحرام أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للعودة، لأنها مشاعر مقدسة وأماكن مقدسة، يعني تطيب الروح إلى الذهاب إليها وإلى الوقوف في مناسكها، لأنها لأن فيها يعني مشاعر وجو إيماني، وكل يعني مشاعر الإخاء والمحبة والإيمان والألفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يسر لهم الطريق، وأن يردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين متقبلا منهم، وأن يشركنا الله سبحانه وتعالى في صالح دعائهم. أحسن الله إليكم. أيضا هنا سائل يسأل يقول أنه وصل إلى عرفة ووقف بعرفة ولم يؤدي طواف البداية من البداية، فلم يستطع إلا الوقوف بعرفة، ووقف جزءا من النهار مثلا في آخر العصر، هل يعتبر حجه صحيحا ويكمل بقية الفرائض الأخرى؟ هناك أركان للحج، نعم، مثل الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. هذه هي أمور لا بد منها، وهي أركان الحج. نعم. ولا ينبغي التفريط فيها، حتى أنه إذا لم يوقف بعرفة فلا حج له، إذا لم يحرم فلا حج له. أما بالنسبة لطواف الزيارة فيمكن أن يعود من الدولة التي يعني إذا ذكره قد خرج أن يعود، لأنه أو يعيد الحج في السنة المقبلة. أما بالنسبة يعني بقية المناسك ففيها ما هو فيها فدية، أو فيها يعني
فيها جبر يعني. أي جبر لهذه الأشياء. الأهم من ذلك أن تتحقق الثلاث الأركان من الحج. أحسن الله إليكم وعافاكم. أيضا هنا سؤال يقول صاحبه: أيام التشريق ويوم النحر وأيام العيد يحصل فيها خلط كثير عند كثير من الناس ما بين هذه الأيام، فكيف نميز ما بين هذه الأيام؟ أثابكم الله. العشر الأولى من ذي الحجة نعم. تنتهي بيوم النحر، ويوم النحر هو بداية أول يوم من أيام العيد. أيام التشريق تبدأ من ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. أفضل الأعمال في يوم العيد اللي هو يوم النحر. نعم. الأضحية. نعم. يعني امتثالا وتأسيا بما شرعه الله سبحانه وتعالى في بالفدي والذبح العظيم لسيدنا إبراهيم، وفيه فضل كبير. نعم. ويغفر للمؤمن عند أول قطرة من دمه، وذلك ثواب عظيم. وأفضل الأعمال في يوم النحر وبالنسبة لنا الذين لم نحج لم يحجوا. نعم. أفضل ما يمكن لنا هو الأضحية للقادر على ذلك. نعم. ويستحب أن يعني يؤكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، ولها أحكام. أما بالنسبة لأيام التشريق فهي الثلاث الأيام التي الحاج في بيت الله الحرام يستكمل رمي الجمرات الثلاث من بعد يوم العيد. نعم. طبعا في الحج اليوم الثاني والثالث وجوبا يبيت بمنى إلا من كان متعجب في اليوم الرابع. أما اليوم الثاني والثالث يبقى في منى معظم الوقت. نعم. ويرمي الجمرات يعني الثلاث. يستحب من فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق الذي يعني رابع أيام العيد عصر أيام التشريق التكبير: الله أكبر الله لا أكبر الله الحمد لله على ما هدانا. إذا التكبيرات هذه تبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم العيد. نعم. إلى رابع إلى عصر هو اليوم الرابع من العيد إلى عصر اللي يعتبر ثالث أيام التشريق وهو رابع أيام العيد. نعم. ينتهي بانتهاء فريضة العصر ينتهي بانتهاء فريضة العصر. نعم. يعني لا يقال بعدها كما كان يقال في الفرائض الأخرى. ينتهي يعني آخر التسبيح يكون في الظهر. نعم. في العصر يعني. نعم. إلى عصر أيام التشريق. أحسنتم. إذن هناك سؤال قد يفرض نفسه: ما هي الشروط التي تجب في الأضحية؟ يعني سواء للذي حج أو نعم. الحج. ما هي الشروط؟ بالنسبة للأضحية ينبغي أن تكون يعني حال عليها الحول سنة مسنة، يعني مرت عليها سنة، لا تكون عرجاء ولا تكون لأنه هذا هبة لله سبحانه وتعالى ولا يراجع فيها. نستثمنها فاستثمنوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طيب لا يقبل طيب فاستثمنوه ولا يأتي من الرخيص هذا. يعني يحاول الإنسان أن يشتري الضعيف أو المكسورة أو ذلك، لأن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو قارنها الإنسان بالعطاء الإلهي والثواب الإلهي لبذل ما في وسعه. لماذا؟ لأنه أولا يغفر له عند أول قطرة من دمها، لأن له بكل شعر من شعرها حسنة، بكل ظفر من أظافرها، بكل قرن من قرونها، بكل عظم من عظمها، بكل شيء. إذن حينما تحسبها في ميزان الله سبحانه وتعالى وأنت قادر فلا شك أنك ستحرص أشد الحرص على اختيار الأفضل منها. نعم. مقابل العطاء الإلهي، لأنه بقدر عطائك. إن اخترت الضعيف فعطائك قليل، وإن اخترت وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من الذي يقول رغد حسن فيضاعف له أضعافا كثيرة. يضاعف الله سبحانه وتعالى. ولذلك ندعو الناس المتيسرين أن يتحروا في شراء، وأن يجعلوها تجارة مع الله. ليس الغرض مجرد أن نأكل في هذاك اليوم لحم أو القضية قضية عبادة. قضية عبادة. نعم. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كبشين أملحين أقرنين فيذبح واحد لأهله وعن نفسه وآله وأهل بيته، والباقي عن أمته، ضعفاء أمته وفقراء أمته. فينبغي أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر في موسم الحج يعني عظمة الدين وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة الشريعة الإسلامية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأن والتضحيات التي قدمها إبراهيم نبي الله إبراهيم عندما
هناك دروس عظيمة لا يتسع لها المجال في نهاية الحلقة، لأن فيها دروس من الناحية الاجتماعية، من الناحية التربية الأخلاقية، من ناحية حتى نبي الله إبراهيم وما كان بين هاجر وسارة. يعني هناك دروس عظيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون الحديث عنها في حلقة قادمة فيما بعد. أحسن الله إليكم وعافاكم. بهذا نكون قد وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين الله العلي العظيم أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن أسئلتكم. وأنوه إلى البريد الإلكتروني للبرنامج وهو وذكر@samyemen.fm لتلقي المزيد من الأسئلة والاستفسارات الشرعية. وحتى لقاء جديد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذكر، برنامج الفتاوى الدينية، إعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل.